ورا كل مريض قصة، والقصة ديت أكيد مؤثرة. وراها بطل سهر الليل وقدم كل اللي عنده علشان يرتقي بصحة المريض. بطلنا النهاردة هو مساعد الخدمات الصحية. أنا مستر محمد جمال، مدرب بشركة أهرام مصر بقسم الخدمات الصحية. من هو مساعد الخدمات الصحية؟ مساعد الخدمات الصحية هو فرد مدرب بيقوم برعاية المرضى تحت إشراف الكوادر الطبية المتخصصة. إيه هي المهام اللي بيقدمها مساعد الخدمات الصحية؟ مساعد الخدمات الصحية بيقوم بدور كبير في المجال الطبي، بيقوم بالرعاية المباشرة للمريض. تمام، بيساعده ان هو يتحرك، بيساعده ان هو ياكل، بيساعده ان هو يمشي، بيساعده في تغيير الملابس، كمان بيبتدي ان هو يقوم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصه بالمريض، زي ان هو بيقيس العلامات الحيويه للمريض زي درجه الحراره ومعدل النبض والتنفس وضغط الدم، وبيقوم بتدوين كل الحاجات اللي بيقيسها ديت في السجلات الخاصه بالملف الطبي للمريض. كمان بيبقى ليه دور كبير خالص في تقديم الدعم المعنوي والنفسي للمريض واسرته، ان هو يعتبر اول شخص بيقابل المريض عند دخوله المنشاه الصحيه، فبيقابله وبيبتدي ان هو يتعامل معاه. فلازم يكون في طرق او معايير من الدعم النفسي، تمام، بيقوم بيها مساعد الخدمات الصحيه عند مقابله المريض. كمان من أهم الأعمال اللي بيقوم بيها مساعد الخدمات الصحية إن هو بيقوم بتجهيز الأدوات والآلات الخاصة بغرف العمليات وغرف الفحص والكشف لمساعدة الطاقم الطبي في إجراء الفحوصات اللازمة وفي إجراء العمليات الجراحية. فهو بيبقى الشخص الرئيسي اللي بيقوم بتجهيز الآلات وغرف العمليات في المنشأة الصحية. طب ايه هي المهارات والمواصفات اللي لازم تبقى موجودة في الشخص اللي هيبقى مساعد الخدمات الصحية؟ أول شيء لازم يكون عنده القدرة والمعرفة. لو ما فيش قدرة ومعرفة في المجال الطبي معلش ابعد عن المجال. لازم يكون عندك قدرة ومعرفة. الأول المعرفة، لازم تكون على علم ودراية بالمجال الطبي، لازم تكون عارف ايه هو التكوين الجسماني للإنسان، لازم تكون عارف ايه هي وظيفة كل جهاز من أجهزة الجسم المختلفة وازاي الجسم بيقوم بالوظائف بتاعته، علشان تقدر تقيم وتقدر تبقى عارف ايه التغيرات اللي بتحصل في المريض قدامك، وتساعد الطبيب اللي موجود ان هو ياخد القرار السليم في تشخيص المريض. عرفنا ان لازم يكون في علم ودراية بالمجال الطبي. كمان لازم يكون عنده القدرة على العمل في الفريق، ويكون القدرة على العمل دي تحت ضغط، لأن في مواقف كتيرة احنا بنتعرض لها في المجال الطبي تبقى محتاجة صبر ومحتاجة قوة تحمل ومحتاجة تركيز شديد. فلازم يكون عندك القوة والصبر والتحمل. لازم كمان يكون عندك القدرات والمهارات اللي تؤهلك إلى العمل في هذا المجال. كمان لازم يكون في مهارات تواصل كويسة عند مقدم الخدمة الصحية. ازاي يتعامل مع مين؟ هيتعامل مع المريض، هيتعامل مع اسرته، هيتعامل مع زملائه في العمل ومع الاطباء والتمريض في مكان العمل. فلازم يكون عنده القدره الكافيه على التواصل بشكل جيد وفعال معاهم. لازم يكون عنده القدره على العمل تحت ضغط. الصبر، لازم يكون عنده صبر وقدره ان هو يقدر يسمع الشخص المريض ويشوف الشكوى بتاعته وما ييأس. كمان من المواصفات اللي لازم تكون في مساعد الخدمات الصحية ان هو يكون على خلق، تمام، علشان احنا بنقدم الرعاية للمرضى دون النظر الى سنهم او النوع او الديانة بتاعته او جنسيته. ايه هي اهمية مساعد الخدمات الصحية في سوق العمل؟ طيب احنا هنا هنعمل لك ايه؟ احنا هنا هنأهلك انك انت تكون مدرب علميا وعمليا. هندربك وهنعلمك ايه هو تشريح جسم الانسان، ايه هي وظائف الاعضاء بتاع جسم الانسان. هنعرفك المصطلحات الطبيه المتداوله في المستشفيات ايه هي، ونبتدي نحفظها ونعرفها وازاي ان احنا نتكلمها وننطقها. كمان هنتعلم مع بعضينا جزئيه عمليه، وهنعرف مع بعضينا ايه هي المهارات اللي احنا ممكن نستخدمها في الاسعافات الاوليه. هنتعلم كمان ازاي نقيس الحراره والنبض والضغط والتنفس. هنتعلم حاجات كتيره في المجال العملي هتفيدنا ان احنا نقدر نواكب سوق العمل، وان احنا نشتغل في سوق العمل ونكون عندنا القدره والكفاءه اللازمه لذلك. كمان هنتعلم مع بعضينا ازاي هنعمل دعم الحياه عن طريق عمل الانعاش القلبي الرئوي للمصاب، وازاي ان احنا نقيم المصاب، وازاي نعرف ايه هي اولويه التدخل اللي هتتم مع المصاب بتاعي، ونعرف ايه هي الاجراءات اللي بنقوم بيها في عمليه الانعاش القلبي الرئوي.
في النهاية بحب أقول إن مساعد الخدمات الصحية ليست مهنة، ولكنها رحلة طويلة بيعيشها مساعد الخدمات الصحية مع المريض نحو الشفاء، بيقدم فيها الدعم وبيقدم فيها العلاج وبيقدم فيها كل المتطلبات اللي بتوصل العيان للارتقاء بمستوى صحته لحد ما يتعافى ويبقى كويس ويحصل الشفاء التام بإذن الله.